سفير. يعني رؤيتك ايه لتجميع الأمة العربية من أول وجديد؟ هذه يعني من واجبكم أنتم كشباب تحملوا راية الوحدة للمستقبل. أما جيلنا نحن مع الأسف لم نستطيع. ما هو المفروض احنا كشباب بنتوارث من الجيل الأكبر. ولكن جيلنا مع الأسف يعني بذلنا عدة محاولات للوحدة، سواء الوحدة ما بين مصر وسوريا، سواء ما بين ليبيا ومصر، سواء ليبيا ومصر والسودان، سواء ليبيا وتونس، سواء ليبيا والمغرب، سواء ليبيا والجزائر. ومع ذلك هذه الوحدات فشلت، لأن الغرب لا يريد للعرب أن يتحدوا، وبالتالي سيشتغل ضدهم بكل قوة. طب بالنسبة لنا احنا كشباب مش عارفين ايه الوضع في ليبيا. مين اللي مع مين؟ احنا فعلا مغيبين عن الوضع في ليبيا. تحتاج محاضرة. لو نقط سريعة بس كده. جاء الناتو لا يريد القذافي، لأن القذافي له مواقف ضد الغرب وبيزيحها، واستمر 8 أشهر وهو يحطم في ليبيا وهدمها جميعا. وجاب مجموعة تبع المخابرات الأوروبية كانوا موجودين في خارج، يعني ليبيين لهم جنسية أمريكية وأوروبية وكذا، وعطلوا هم رؤساء الآن وهم المسؤولين الآن، منهم أنصار الشريعة ومنهم الإخوان المسلمين ومنهم جماعة داعش ومنهم كذا، وهم الآن حطوا الليبيين الآن يحاولوا يعني يقاتلوا ويزيحوا هذا الهم اللي موجود عليهم. والغرب تركيا وقطر والإمارات مكلفينهم باش يدعموا هذه المجموعات اللي هي مسيطرة على البلاد. والآن خارج ليبيا أكثر من 2 مليون من الليبيين مهاجرين في مصر وفي تونس وفي السودان وفي أوروبا وفي. لو رسالة حابب توصلها للعالم العربي تقول له ايه؟ لما يستيقظ أنا نقول له شنو نقول له. شكرا.